في واقعة مثيرة للتساؤل والسخرية، نزل الرئيس الجزائري خلال حضوره لحفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 للمنطقة التي يدلي فيها اللاعبون بتصريحاتهم بعد نهاية المباريات من أجل الإدلاء بتصريح لقناة بي إن سبورت القطرية في غياب تام للأعراف والبروتوكول المتعامل به مع رؤساء وأمراء وملوك الدول. ويبدو أن عبد المجيد تبون الذي ظهر شاحب الوجه ربما بسبب غياب منتخبه عن هذا العرس العالمي حاول إثارة الانتباه والظهور في الواجهة لتعويض هذا الغياب، لكنه تناسى أنه بهذا التصرف خدش صورة مؤسسة الرئاسة الجزائرية، والتي في حقيقة الأمر تبقى فقط صورية في ظل تحكم كابرنات العسكر الجزائري في السلطة في البلاد. وإلى جانب ذلك، ظهر تبون في مقطع فيديو قبيل دقائق من انطلاق حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 وهو يتبادل الحديث في المنصة الشرفية مع أمير المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، الذي بدا وكأنه يوبخ تبون من خلال طريقة كلامه وحركات يده، في حين أن تبون ظهر وكأنه يشكي للأمير بن سلمان غياب هذا الأخير عن القمة العربية بدعوى المرض والصفعة القوية التي وجهها لتبون وللعسكر الجزائري الذي كان يراهن على حضوره وملوك وأمراء دول عربية أخرى في الوقت الذي زار فيه بن سلمان في نفس الفترة قرابة 5 دول.